بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير يا جماعة، وأسعد الله أوقاتكم. احنا بنتكلم النهاردة في جلسة يوم 26/8/2025. الجلسة كان شكلها ملخبط الحقيقة. قبل ما ابتدي الجلسة بس أحب أوجه جزيل الشكر والعرفان والتقدير للصديق الأستاذ أحمد الشيخ رئيس البورصة، والأستاذة هبة الصرفي النائب رئيس البورصة، على الفترة الذهبية والإنجازات الغير مسبوقة اللي قدموها خلال الفترة اللي فاتت. وأتمنى إن شاء الله كل التوفيق للدكتور إسلام عزام، وهو شخصية جديرة بالاحترام، والأستاذ محمد صبري النائب بتاعه شخصية نشيطة وجديرة بالاحترام وأتمنى لهم التوفيق، لأن الحقيقة أستاذ أحمد الشيخ كان من الكفاءة اللي هي خلت أي حد يجي بعديه صعبة شوية. ايه اللي حصل في جلسة النهاردة؟ اولا انا لقيت لغط كتير قوي، الجلسة كان شكلها غريب الاطوار. هنشوفها مع بعض ايه اللي حصل فيها. ولكن انا بس قبل ما اي حد يبتدي يفتي او يقول كلام ملوش ما انزل الله به من سلطان. النهارده هلفت نظر حضراتكم لحاجة بسيطة جدا. النهارده وبكرة دول تنفيذ لمورجان ستانلي، في أسهم انضمت جديد لمؤشر مورجان ستانلي وأسهم خرجت، وأسهم تعدل أوزانها. فبالتالي هم بيعيدوا ترتيب الأوزان. فعشان كده لما نيجي نبص قبل أي حاجة، لما نيجي نبص على الفئات المستثمرين، هنفاجأ بالآتي. هنفاجأ إن المؤسسات الأجنبية بايعة أو بايعة أكتر ما هي شارية، بحوالي مليار ونص. رقم مخيف يدعو للتساؤل لغير المتخصصين. اللي مش هيدقق في الامور اللي انا بقولها، انا هعتبره مش متخصص، فهيبتدي يفتي ويقول لك ايه اصل الاجانب بتخرجوا. طبعا عندنا في السوشيال ميديا ما شاء الله كم الخبراء اكتر من كم العملاء اللي موجودة حقيقة في البورصة السبب الرئيسي انا قلته ان هو النهارده وبكره 26 و27 دول جلسات تعديل الأوزان طبقا لمؤشر مورجان ستانلي، سواء بالشركات اللي انضمت أو بالشركات اللي خرجت. عشان كده كنا بنلاقي أسهم اللي خرجت عليها ضغط بياع، والأسهم اللي انضمت كان بيبقى فيها مشتري. في المقابل ظهرت المؤسسات الأجنبية بصافي بيع مليار وخمسمية، والمؤسسات المصرية صافي شراء مليار وخمسمية. لو طرحنا الاتنين من بعض، هيطلع إن المؤسسات المصرية بريئة براءة الذئب من دم ابن يعقوب في أي هبوط حصل. تمام. وبالتالي برضو متهيالي من الشرح اللي بيتجه ناحية الناحية العلمية. مش عايز أشير إلى أن أي شخص هو بريء من اللي حصل، هو مجرد إعادة توزيع، فده اللي أدى إلى المنظر اللي إحنا فيه. كويس. لما نيجي نبص بقى على التفاصيل الأكتر، هنلاقي إن الأفراد المصريين بايعين ب56 مليون جنيه فرق البيع عن الشراء. كويس. فطبعا هم إحنا مننا في نفسينا اللي عملنا كده. عايز أجري شوية الحقيقة برضو عشان ما ندخلش في مشكلة زي المرة اللي فاتت، والاجتماع يخلص مننا واحنا لسه عندنا كلام نقوله. فهشير لحضراتكم دلوقتي زمنيا الخريطة اللي احنا ماشيين بيها للناس اللي انا طبعا استأذنت حضراتكم ان انا هسجل وهعرضها على الجروب العام، وهعرضها على صفحتي على الفيسبوك. فمضطر اعيد في دقيقة ونص ايه الحاصل او اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده. دي مربعات جي. كويس. كل خط من دول بالعرض ده بيمثل دعم او مقاومة، والاقطار بتاعت الزوايا تمثل دعم او مقاومة. من تحت لو الخط ده من تحت هيبقى دعم، من فوق هيبقى مقاومة. وعندنا خطوط بالطول زي ما حضراتكم شايفين كده. دي مواعيد الانعكاسات الزمنية. تمام. يا إما تبقى صريحة، يا إما تنتج عن تقاطع الأخطار زي النقطة اللي أنا واقف عليها.
النقطة دي تقاطع أقطار، ودي تقاطع أقطار. لو خدناها في منطقة فاضية عشان تبقى أوضح، هناخد مثلا دي أدي تقاطع أقطار. كويس، يبقى هنا في انعكاس وده منطقة دعم، وهنا تقاطع أقطار، فده برضو في انعكاس وتقاطع أقطار. طيب هنشوف برضو، احنا عدنا يعني، أنا بعيد، أنا عارف إن أنا بعيد الكلام اللي فات. كويس، ولكن لو خدنا حياة المؤشر، هو هنا كان ماشي عرضي، خبط في الانعكاس الزمني بتاعه. هو يعني أحد الأصدقاء بيقول إن الشاشة ما اتشيرتش، المفروض إن هي كده عندي متشيرة، مش عارف حضراتكم شايفينها ولا لأ. يعني لو أمكن بس حد يجاوبني، هل هي اتشيرت ولا لأ؟ حضراتكم شايفين الزوايا اللي أنا بتكلم عليها ولا؟ كده ظاهرة؟ تمام. طيب، دي الخطوط اللي بالعرض اللي هي الدعوم والمقاومات، والخطوط اللي بالميل برضو دعوم ومقاومات. كويس، وهنا تواريخ الانعكاسات الزمنية اللي بتنتج عن إما انعكاس زمني صريح، أو إن هي بتنتج عن تقاطع أقطار. فلو تتبعنا هنلاقي في تحرك أو تغير، بمعنى أدق يعني، لو في تغير في شكل المؤشر. هنا كان ماشي عرض بميل الهبوط، خبط في الانعكاس الزمني بتاعه وابتدى يطلع. هنا كان في انعكاس زمني آخر ناتج عن تقاطع الأقطار، فابتدى ياخد الشكل العرضي بميل للهبوط. وقلنا إن المسافة من هنا لغاية هنا كانت الشكل العرضي. خبط برضو في الانعكاس الزمني بتاعه، وابتدى ياخد شكل العرض بميل للصعود لغاية ما جينا لجلسة النهاردة. هي غريبة الأطوار، كويس، لأن هي مفيش أي حاجة زمنية تقول لا في تقاطع أقطار ولا في أي حاجة. هي مرة واحدة كده السوق قرر إن هو ينزل. طب النزلة دي أولا عمل لي أكتر من مشكلة. هو يعني وصل لهنا تقريبا مستويات 36 0 93، دي كانت المقاومة ناتجة عن تقاطع أقطار، وكسر أول دعم ليه عند مستويات 35 786. مش بس كده، لا، ده كسر كمان الدعم التاني اللي هو ناتج هنا. فإذا في حاجة غريبة، عشان كده دعيت للاجتماع يعني اجتماع العاجل ده عشان نشوف إيه الحاجة الغريبة. وقلت أشوفها مع حضراتكم. أنا لغاية ما كنت راجع في الطريق الحقيقة ما كانش يحضرني قصة مورجان ستانلي، لغاية ما تنبهت ليها. يعني إن النهاردة كان تعديل الأوزان النسبية، فهو اللي عمل الجلسة الغريبة. على أي الأحوال، إحنا برضو هنشتغل على المعلومات المتاحة أو الشكل اللي قدامنا. إحنا طول ما إحنا فوق 35 315، الخط اللي أنا واقف عليه ده، أنا ما عنديش أي مشاكل في السوق. كويس، بكرة جلسة مهمة، أول دعم فيها مستويات 35 315. الرقم ده احنا متفقين عليه، لان احنا اتفقنا زمان قوي ان الرقم ده طول ما انا اعلاه انا ما عنديش مشاكل في السوق. لما اكسره لا قدر الله باحدى طرق الكسر المتعارف عليها، تبتدي تظهر عندي شوية مشاكل في السوق. فخلينا ناخد السيناريو السلبي الأول قبل ما نتكلم في السيناريو الإيجابي. احنا عندنا بكرة دعم عند مستويات 35 315، يليها الخط ده اللي هو 35 078، يليها الخط ده اللي هو ده عند 34 865، وأخيرا هو الرقم ده 34 558. لو احنا فاكرين ال 34 500 ده كان قمة سابقة حصلت تقريبا في شهر 2 أو 3 اللي فات، وما قفلناش أعلاها وقعدنا نقرب منها ونرجع ونروح ونيجي، وكانت هي المقاومة الرئيسية. لحسن الحظ، من فضل الله وحده يعني، كويس، احنا عندنا 3 تواريخ انعكاس كلهم تقريبا في مسافة 5 أيام. دي لما بتحصل تقارب كده بالنسبة الانعكاسات الزمنية، بيبقى معنى كده إن في ذبذبة عالية هتحصل الفترة دي.
أول تاريخ انعكاس زمني فيه اللي هو 29/8 هيكون يوم جمعة، فهناخد التاريخ اللي قبليه 28/8. ده التاريخ اللي هيجتمع فيه المركزي، واللي متوقع فيه إن هو يعني يخفض أسعار الفايدة. آه، يعني الاحتمالات الأكبر ما بين 2-2.5%. وإن كان في بعض أساتذتي توقعوا 3%، نظرا للانخفاض في التضخم. فإحنا عندنا انعكاس يوم 28/8، أو جلسة الحد اللي بعديه بقى نشوف هتطلع كام، 1/9 ولا كام. وبعدين يوم 2/9 ده في انعكاس آخر اللي هو المنطقة دي. كويس. وبعدين يوم 4/9 برضه في انعكاس آخر. فمعنى كده إن في ذبذبة عالية هتحصل ما بين يوم 28/8 لغاية يوم 4/9، عشان يشوف بس المؤشر هيوصل لفين. تمام. مش عارف، هو تقريبا فاضل لي 10 دقايق عشان الميتنج يخلص. كويس. ده كده السيناريو السيء. ناخد السيناريو الإيجابي، إن أنا أستقر أعلى مستويات 35,315، أو إن أنا يعني إيه يحترم نفسه ويطلع تاني فوق 35,550، أو الخط 35,810. لو اعتليت مستويات 35,810، أنا هرجع تاني، مفيش أي مشاكل من أي نوع. كويس. خلينا ناخد المنطقة الوسطى يعني. لو اعتليت مستويات 35,574 أو 580، هنرجع تاني نقول إن إحنا مستهدفنا مبدئيا اللي هو الرقم ده عند 37,500. إمتى أقول إن السوق غير اتجاهه والكلام الفظيع اللي الواحد بيسمعه؟ يعني إيه، أنا لدرجة إن هم شككوني في نفسي. يعني أنا شخصيا خفت يعني من كتر ما بقرا الأخبار الغريبة اللي بينزلوها. لو كسرت 33,800، ما قبل 33,800 أنا في اتجاه صاعد، في قصير الأجل ومتوسط الأجل وطويل الأجل. فأي حركة بتحصل في المؤشر في الوقت الحالي، طالما أعلى أصلا 33,800، أنت في ميجور أب ترند، وميديوم اب ترند، وشورت اب ترند. فانا مش شايف اي داعي للقلق. يعني او زياده اللغط النازله، ماشي الدنيا نزلت، لكن طب ما احنا ما ياما دقت على الراس طبول يعني. كويس. امتى؟ لا، زي ما قلت لحضراتكم كده، هبتدي مرحله القلق لو كسرت ال 35,315. ومش هقلق قوي يعني، هي الفرق ما بين دي وما بين دي صحيح يعني في حدود ال 800 نقطة، ولكن في النهاية كل الخطوط ما بعد الأرقام دي كلها اللي أنا بشاور عليها دي، كويس، كلها في اتجاه صاعد تؤدي إلى نفس المستهدف 37,500، ولكن باختلاف المدة الزمنية اللي هتستهلكها إن هو يرجع يجمع مرة أخرى. كويس. وإعادة صغيرة بس كده، إن إحنا عندنا دي تواريخ الانعكاسات الزمنية. كويس. طالما تقاربت بالمنظر ده، يعني ما بين ده وما بين ده هو يوم، ما بين ده وما بين ده حوالي 3 أيام. كويس. فبالتالي ما يعني هيحصل ذبذبة عالية في المرحلة دي. جلسة النهاردة جلسة استثنائية، أنا مش هقدر ابني عليها اي حاجة. لازم اخد كونفirmation من جلسة بكرة، وان كان ما زال بكرة برضو في بعض التنفيذات الغريبة اللي هتلاقوها في السوق، نتيجة ان قصة مورجان ستانلي زي ما انا شرحت. تمام. دي كده اعتقد ان هي انا قلت كل اللي اعرفه. كويس. هندخل يعني ممكن بقى على الجروب، يعني نشوف لها طريقة ما. ممكن اخد استفسارات من حضراتكم على الجروب بالنسبة للأسهم. شكرا، تحياتي ودمتم سالمين. محمد كبر.